وتجاهل حتى الآن للبيان الجزائري. السلطات الفرنسية لم تعلن حتى اللحظة رسميا عن قرارها بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، ولا حتى عن موقفها من الاستنكار والتهديد الجزائري لقرارها. موضوع شائك لملف حساس ومواقف متوقعة ومفاجئة. كيف نفهم الصمت الفرنسي؟ وكيف نحلل أيضا الخطوة الاستباقية الجزائرية لقرار كما ذكرنا لم يعلن رسميا بعد؟ لماذا السلطات الجزائرية أصلا غاضبة؟ وهل ستقطع العلاقات مع فرنسا بعد أن جمدت؟ وإن فعلتها من سيكون المتضرر الأكبر؟ قصر المرادية أم قصر الإليزيه؟ أسئلة كثيرة. دعوني أرحب بضيفي في النقاش. معي من مدينة ليون الفرنسية الدكتور بيير لوي غيمون، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. من الجزائر أرحب بضيفي بالدكتور توفيق بقعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر. أهلا بكما معي في هذا الجزء من النقاش. دكتور بيير، أبدأ معك. لم ترد فرنسا حتى الآن على البيان وأيضا على الاستنكار الجزائري. هل فعلا هناك توجه واضح فرنسي للاعتراف بما يريده المغرب على الأقل فيما يتعلق بالصحراء الغربية؟ قد يكون الاتجاه يذهب بهذه الطريقة. ديما مساء الخير أولا، وتحياتي أيضا للأستاذ بقعدة، ولكن أعتقد بأن هناك حذر شديد من حيث التصريحات الرسمية للدبلوماسية الفرنسية. كما ذكرت، هذا التوجه هو توجه غير معلن عنه رسميا، وأعتقد بأن هناك مواصلة فرنسية لمحاولة إمساك العصا من المنتصف. نحن رأينا كيف أن في الخطوة السابقة طبعا كانت فرنسا تذهب أكثر في اتجاه التزام نوع من التوازن، بل أكثر من التوازن، سعيا لها إلى تقريب العلاقات بينها وبين الجزائر على ضوء خلفية تاريخية متذبذبة أصلا. وأعتقد بأن موضوع مغربية الصحراء فعلا هو موضوع شائك إلى درجة أن فرنسا لم تنطق أبدا ولم تلحق أبدا إلى أدبياتها الدبلوماسية. ولكن ماذا دلت البيان الجزائري؟ يعني هل أفهم من ذلك ضيف العزيز بأن ربما الجزائر أحرجت باريس، أو ربما الجزائر يعني حسب تحليلك لا أعلم قد تكون أصدرت هذا البيان كبيان استباقي، وهي قالت بأن يعني السلطات الفرنسية أعلمت السلطات الجزائرية بقرارها الاعتراف بمغربية الصحراء. لم يصدر أي تكذيب من قصر الإليزيه على الأقل. ولكن لم يصدر أيضا من قصر الإليزيه أي نقول خطوة إضافية باتجاه فرض أمر واقع بخصوص مغربيات الصحراء. كل ما هنالك أنه فعلا هناك زيارة مرتقبة، حديث متزايد عن زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى الرباط، ولكن في نفس الوقت يعني هذا البيان الجزائري والذي سألتني عن كيفية توصيفه، أنا أعتقد بأنه استباقي أكثر منه تحذيري، أكثر منه تهديدي. لا، أنا لا أعتقد بأن هناك لا تهديد ولا توبيخ، وإنما عبارة عن حذر أو لنقل استنكار، وفي نفس الوقت عدم الرغبة في الذهاب بالعلاقات البينية إلى ما كانت عليه سابقا. طيب. أعتقد بأن هناك خطوة أساسية فرنسية واضحة من إمساك العصا من المنتصف في الاتجاهين. الجزائر لا ينظر إلى هذا الأمر بأن فرنسا تمسك العصا من الوسط. دكتور توفيق بقعدة، يا هلا بك. استنكار يعني جزائري، بيان صارم، اللهجة أيضا طرح السؤال: لماذا السلطات الجزائرية تستنكر وأيضا لهجتها جدا قاسية في ملف هي تقول دائما بأنها ليست طرف فيه؟ وماذا لو اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء؟ أين المشكلة للجزائر وهي ليست طرف كما تقول؟ تحية طيبة لك يا أستاذة ولضيفك الكريم ولكل مشاهديكم الكرام. أعتقد بأن بيان وزارة الخارجية الجزائرية كان واضحا في ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية، وأنه لا يمكن للبيان أن يستند إلى مجرد تكهنات بل إلى وقائع. وقد ذكر البيان الخارجية الجزائرية بأنه تم إخطارها من الجانب الفرنسي، وبالتالي فنحن نتكلم على واقعة شبه رسمية وليست شبه رسمية، أو أن مجرد
تخمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تقديري كذلك أن الجزائر تعتبر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية مبدئية وأساسية في سياستها الخارجية، وكذلك لديها ارتباطات أمنية، على اعتبار أن الجوار الجغرافي لمنطقة الصحراء الغربية سوف يؤثر أي توتر فيها على مستوى الأمن، وهذا ما أكده بيان الخارجية الجزائرية بأن ذلك سوف ينعكس على السلم والأمن في المنطقة. الخارجية الفرنسية والحكومة الفرنسية كذلك غير مفهومة لمواقفها، فبالرغم من السياق هل مفهوم المفعم دكتور بقعدة، هل مفهوم بالنسبة لك على الأقل تحليليا الصمت الفرنسي وعدم الإعلان رسميا؟ يعني الجزائر استبقت الأمر، فرنسا لم ترد، لم تنفي ولم تؤكد حتى الآن، ولم ترد أصلا على البيان، ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ الدلالة الأولى في اعتقادي هو حالة التخبط التي عليها الرئيس ماكرون في سياسته الخارجية، حيث أنه يصبح بموقف ويمسي بموقف آخر، خاصة أن اللقاء الأخير بين الرئيس الفرنسي والرئيس الجزائري في إيطاليا تبين بأن الطرفين على وفاق تام في مجمل القضايا التي تم التدارس حولها أو التي سوف يتم التدارس حولها في الزيارة المقبلة للرئيس الجزائري إلى فرنسا. الموقف الفرنسي يمكن لديه أولا تفسيرات، أنه مرتبط بالخيارات السياسية ومحاولة تشكيل حكومة، وبالتالي يحاول الرئيس الفرنسي تقديم تنازلات التي تعتبر من أحد المطالب ومن أحد الملفات التي رفع من أجلها اليمين المتطرف وكذلك بعض الشخصيات الفرنسية، وبالتالي هو يحاول أن يقوم بحكومة توافقية وائتلافية باستنادا إلى مثل هكذا مواقف. كذلك الصمت الفرنسي في تقديري كذلك هو عدم التشويش على ما تعيشه فرنسا من أولمبياد، وبالتالي لا يريد أن يعكر صفو العلاقات البينية، خاصة وأن العلاقات الفرنسية الجزائرية، وخاصة أنه يدرك بأن هناك جالية كبيرة للجزائر في فرنسا، وقد يحدث أمرا ربما سوف أو المظاهرات الذي قد سأتي إلى هذه النقطة دكتور. الأمنية بالنسبة لنا. ولكنك ذكرت نقطة مهمة، دعني أشرك ضيفي فيها، لأنه صراحة عندما نأتي إلى موضوع يعني الاستفادة من رسائل معينة هي للداخل وليست للخارج، دعنا نعلق دكتور بيير لوي غيمون على ما قاله ضيفي دكتور بقعدة حول ربما يعني هو يقول ويؤكد بالطبع هذا ما قاله البيان في النهاية بأن هناك تأكيد فرنسي بهذا الأمر، ننتظر الإعلان الرسمي، ولكن إلى أي مدى هناك تخبط فرنسي في الداخل، وأيضا ربما قد تكون هناك نوع من يعني إرضاء بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى وحسابات داخلية فرنسية. ربما هناك تريث أكثر منه تخبط. أنا أعتقد فعلا أن ما ذكرت بأن موضوع الصمت الذي يكون علامة على استعداد وعلامة على رسالة موجهة أيضا إلى الداخل زي الداخل الفرنسي أمر محتمل. نحن نعرف بأن هناك تقارب تاريخي بين اليمين المحافظ والمغرب في الاتجاهات السياسية، هذا معروف أصلا، ونعلم أن سعي الرئيس الفرنسي إلى الاتفاق على مطالب اليسار بالدخول إلى زعامة تشكيل حكومة جديدة يذهب في اتجاه صحيح، تكوين تحالف وسطي يميني، ومسألة الجزائر سوف يكون لها وزن كبير أكيد بكل تأكيد. أما المسألة المتعلقة بقادم الأيام حتى وإن كانت هناك شيء من الضبابية، فأنا أعتقد بأن هناك ضرورة فرنسية ملحة لعدم عودة أو إعادة ملف الجزائر إلى ذلك العنوان الذي نحصله دائما، وهو ملف الذاكرة، وهو ملف سعى الرئيس الفرنسي تجاوزه باستعانات تقارير خبراء جامعيين مثل بنجامين ستورا. فأنا لا أعتقد بأن هناك نية فرنسية في العودة إلى نقطة البدء باتخاذ يعني توجه تجاه المغرب لا يشير إلى أدنى تقدم. مرة أخرى أنا لا أعتقد بأن موضوع المغربية الصحراء بهذه الطريقة ستطرح، وإنما سيطرح الحكم الذاتي الأممي أكثر من توجه فرنسي يشير إلى انحياز. نتمسك بهذه النقطة دكتور، لأنه صراحة يعني ما ينطبق على فرنسا
وربما رسائل للداخل ينطبق أيضا على الجزائر. دكتور بقعدة، لديكم انتخابات أليس كذلك؟ هناك 3 مرشحين حتى الآن، وقيل بأن الخطوة الاستباقية لما قبل الإعلان الرسمي الفرنسي يعني هو أيضا لديه رسائل للداخل ورسائل للناخب وأيضا للقوى السياسية الموجودة في الجزائر في الداخل الجزائري نتيجة الانتخابات. أليس ذلك بواقع ربما؟ أعتقد بأن هذه المقاربة بين الموقف الفرنسي والموقف الجزائري غير صحيحة، خاصة وأن الموقف الجزائري هو موقف رد فعل على القرار والتحول الفرنسي في موقف اتجاه قضية الصحراء الغربية. الجزائر بالعكس من ذلك أن مثل هكذا الموضوعات سوف تضر بالسياقات السياسية التي يحاول الرئيس المترشح لعودة ثانية تقديمها على أساس أنه تحقيق منجزات في عودته خاصة في الجانب الدبلوماسي، ويرافع كثيرا بما حققته الجزائر من عودة للمحافل الدولية وإلى طرح رؤى جزائرية في عديد من القضايا. بالتالي رد الفعل الجزائري لا يمكن أن نؤسس على أنها هي متاجرة سياسوية بالملف بقدر ما هو تعبير عن حالة تخوف حقيقي من الجزائر ألا يفضي الموقف الفرنسي يعني إذا لم يكن هناك نية للاستفادة منه داخليا، ولكن ألا يوحد الصف الداخلي على الأقل، وربما يعني يتم جمع كل الأطراف على جهة معينة يعني قبل الانتخابات؟ لديه ربما مؤشرات إيجابية. لا أعتقد بأن الرئيس تبون بحاجة لتجديد الولايات له إلى ملف الصحراء الغربية، خاصة وأن هذا الملف هناك إجماعا حوله بين الأوساط السياسية وحتى بين الأوساط الشعبية، وبالتالي فهو ملف محسوم من الناحية المبدئية بالجموع الجزائريين، وبالتالي لا يمكن أن يتم تقديمه على أساس أنه ممكن ورقة من أجل تحقيق مصالح سياسية للرئيس تبون كورقة يمكن أن يقدمها للعرض الانتخابي المزمع تقديمه في أوت شهر أغسطس القادم. بالتالي فاعتقادي بأن هذه إشكالية تطرح بالنسبة للجزائر، خاصة وأن هناك نوع من توجه عالمي للدول الغربية إلى الوقوف مع الخيارات الفرنسية مع الخيارات المغربية في قضية الحكم الذاتي، وهذا يتنافى في مبدئه. ولكن لم يحدث تغيير مطلق. اعذرني على المقاطعة دكتور، لأن ما تقوله جدا مهم، وصراحة يعني أنا أستمتع بهذا النقاش معك مع الدكتور ريمو. ما تقوله مهم. هناك دول أخرى اعترفت على الأقل بمغربية الصحراء وربما أعطت وعود للمغرب، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب. ربما ترامب يعود إلى الواجهة من جديد، لا نعلم، في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي هي على الأبواب، ولكن لم يحدث أي تغيير يذكر. يعني اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية ولم يكن هناك خطر أمني أو قومي على الجزائر تحديدا كدولة جوار. فلماذا هذا التوجس ولماذا هذا القلق من الجانب الفرنسي؟ فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، لما لا تفعلها فرنسا؟ أكيد أنه لم يحدث هناك تحول على المستوى. سأتي إليك دكتور ريمو. سؤال لك دكتور بقعدة، ولكن باختصار شديد لنشرك معنا ضيفنا دكتور ريمو. تفضل بقعدة. نعم، أعتقد بأن عدم التحول في السياق ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية في إطار صفقة القرن، وتم هناك إدانة للمغرب بأنه حاول استبدال مشروع قضيته كما يدعي بقضية أخرى، تنازل عن القضية الفلسطينية، وهذا لم يحدث أثرا على المستوى الشعبي أو حتى على مستوى التفاعلات السياسية الإقليمية. وجود فرنسا كذلك هو لم يتنازل عن القضية الفلسطينية. كل المواقف المغربية لحد الآن، فقط لكي نكون منصفين ولا نعمم، ولم يتنازل عن القضية الفلسطينية. ما زال هناك دعم للفلسطينيين. هذا ما يقوله المغاربة ولا أقوله أنا يعني. وأعتقد بأن الفضاءات التواصل الاجتماعي في المغرب تقول ذلك، وبالتالي أنا أحاول أن أنقل ما يتم تداوله في الوساطة المغربية أو الوساطة السياسية تحديدا. أما بالنسبة لفرنسا بالتالي هو عنصر آخر، خاصة أن فرنسا تعتبر من الداعمين لمشروع تسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، وبالتالي وجود عضو آخر في مجلس الأمن عضو دائم سوف يؤثر
على السياقات التي يمكن أن تطرح فيها القضية، خاصة وأن غوتيريش يحاول في الآونة الأخيرة إلى إعادة زمام طرح هذا الملف لمحاولة إيجاد معالجة حقيقية وفق المسارات التي قدمتها الأمم المتحدة في فترات سابقة. دكتور بيير لوي غيمو، أريد رأيك. أردت أن تعلق أيضا على موضوع بأن فعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، لما لا تفعلها فرنسا؟ أي تداعيات وانعكاسات، خاصة وأن العلاقة الفرنسية الجزائرية تختلف عن العلاقات الأمريكية الجزائرية وحتى مع المغرب وملف الصحراء بين الدولتين؟ أعتقد أن جميع طرف من الإجابة يتضمن سؤالا في أن موضوع العلاقات الفرنسية الجزائرية ليست بذات الحمية أو العلاقات الأمريكية الجزائرية بالأحرى ليست على هذا المستوى من الخلفية التاريخية ومن التجربات ومن يعني الصراع الكلامي المتعلق بمجموعة من المحطات التاريخية التي يعتبر تارة أنها متجاوزة وتارة أخرى أنها ليست متجاوزة. فوق النجاة الوحيد في الحقيقة الذي يمكن أن يحدث نقاط تلاقي بين الخطوة الأمريكية والخطوة الفرنسية هو الاستثمار الاقتصادي في نهاية المطاف. وأنا أعتقد بأن هذا الموضوع أنه سيكون الموضوع الغالب، لأنه عندما نتحدث مثلا عن وجود الكثير من الدول التي افتتحت قنصليات لها في أقاليم الدخلة، مثلا ما يسمى بالصقية الحمراء في المغرب، يذهب في اتجاه كتابة الغلبة الاقتصادية على الخلافات السياسية. فبالتالي أنا لو نظرنا إلى الموضوع تحديديا على المدى البعيد، أنا أعتقد بأننا سوف نتجاوز موضوع ما إذا كانت فرنسا تعترف بمغربية الصحراء حرفيا بحرف الكلمة إلى مسألة الاستثمارات الاقتصادية، وهنا سيحصل نوع من اتفاق المصالح في الحقيقة بين الدول التي ستلحق بالركبة الأمريكية. طيب دكتور أيضا سؤال لك دكتور غيمو، إلى أي مدى، يعني أنت وضحت لي أكثر من مرة بأن ربما لا يكون هذا الطرح بهذا الشكل وهذا الوضوح، مغربية الاعتراف بمغربية الصحراء، ولكن ربما الحكم الذاتي وتقوية العلاقات أكثر مع المغرب، وربما الاستثمارات في الصحراء لا نعلم. ولكن بغض النظر، في حال بالفعل يعني ذهبت فرنسا بهذا الاتجاه، هل لديها رفاهية إغضاب الجزائريين؟ وهناك أيضا يعني نوع من الفتور الآن في العلاقات، هل لدى باريس رفاهية تجميد العلاقات أو ربما إغضاب الجزائريين أكثر؟ لأنه كلما غضبت الجزائر من دولة تتجمد العلاقات، وربما يكون هناك قطع لاتفاقيات أو إلغاء بعض الاتفاقيات. هل تتحمل فرنسا رفاهية؟ هل لديها رفاهية تحمل ذلك؟ الرفاهية أكبر السموم في العلاقات الدبلوماسية، فبكل تأكيد لابد من الانتهاء إلى حل وسط، وحل الوسط ربما لن نجده في برنامج هذا المساء بكل تأكيد، ولكن ما هو مؤكد أن هناك أكثر من طرف في موضوع الصحراء الغربية. هناك الطرف الأمريكي، هناك الطرف الفرنسي صحيح من حيث الاعترافات الدبلوماسية، ولكن هناك أيضا الطرف الأممي. فأنا لا أعتقد بأنه من مصلحة فرنسا أن تزج بالموضوع بطريقة تشي أنها تارة تميل إلى أكثر إلى الجزائر وتارة أخرى تميل إلى المغرب. وصحيح بأن دبلوماسية إيمانويل ماكرون في هذه الشهور الأخيرة والسنوات الأخيرة عودتنا على هذا النوع من التخبط وهذا النوع من التعطل الذي بلغ حد الدور عندما مارست فرنسا سياسات يعني إعطاء تراخيص الدخول بالقطار للمغاربة وللجزائريين وللتوانسة في موضوع مكافحة الإرهاب. أنا أعتقد بأن فرنسا صحيح أنا فرنسي، ولكن في نفس الوقت أتحدث كمحلل مستقل. صحيح. تنقص فرنسا، ينقصها خط دبلوماسي مستقر ومتواصل في موضوع علاقته بالجارة المغاربية، وهنا أتحدث أكثر عن العلاقات الفرنسية الجزائرية والعلاقات الفرنسية المغربية. واضح. يعني نفس السؤال أجيره لك ولكن بأسلوب آخر دكتور بقعدة. يعني إذا كانت فرنسا كما يقول الدكتور ريمون ليس لديها صراحة رفاهية، بأنه يعني هو قال بالجملة الواحدة ليس من مصلحة فرنسا الزج بالموضوع أو بهذا الملف في أفق مسدود، العلاقة هي أيضا يعني متوترة،
مع الجزائر. هل من مصلحة الجزائر أيضا التصعيد بعد أكثر في علاقتها مع الفرنسيين، خاصة أن هناك شركات جزائرية في فرنسا، هناك موضوع التأشيرة، هناك موضوع أصلا الجالية الجزائرية الكبيرة والضخمة في فرنسا. يعني ما حدود التصعيد الجزائري مع باريس تحديدا؟ نعم، أكيد أن الجزائر ليست من مصلحتها أن توتر علاقتها مع فرنسا أو مع أي دولة أخرى، لكن ما يطرح بالنسبة للجزائر هو أن هذه القضايا يتم فرضها فرضا من هذه الأطراف دون أي اعتبار للسياقات التشاركية أو حتى للتعاقدية بين الطرفين، سواء مع إسبانيا أو مع الجزائر. أكيد أن كذلك فرنسا التي ربما في حالة التخبط التي أؤكد عليها كما قلت في البداية ليست لديها تعريفا حقيقي لمصلحة فرنسا، فهي تارة تقترب من الجزائر على حساب المغرب، وتارة تقترب من المغرب على حساب الجزائر، وبالتالي هذه اللعب على الحبلين لن يفضي إلى أي تحقيق حقيقي للمصلحة الفرنسية التي تعتزم أن تعيد بناء شراكات مع دول شمال إفريقيا كامتداد لهندسة مصالحها في منطقة الساحل التي تم طردها منها. أكيد أن صانع القرار في فرنسا لا يمكن أن يغامر بعلاقته مع الجزائر. نعم. هذا الخيار المنطقي والخيار الذي من متوقع أن يأخذه صانع القرار الفرنسي بعين الاعتبار بأن الجزائر هي بوابة القارة الإفريقية، ويجب أخذ مواقفها في مجمل القضايا وعودة فرنسا إلى منطقة الساحل. القراءة الأخرى التي ربما أريد أن أسوقها في حديثي إليكم هو أن الجانب الفرنسي ربما يستبق الانتخابات الأمريكية وإمكانية عودة دونالد ترامب الذي كان صاحب المبادرة الأولى في الاعتراف بالخيار المغربي بالاستقلال الذاتي، بأن يكون هناك تناغم فرنسي أمريكي في هذه المسألة، وبالتالي كتوطئة أو كعربون سياسي يتم تقديمه للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساعدتهم في عودة فرنسا إلى القارة الإفريقية، سواء بانقلابات عسكرية تطيح بمختلف الأنظمة التي أعلنت مناوئتها لفرنسا، أو بالنسبة لمصالح مساعدتها في نجير هذه النقطة للدكتور ريمو. ما رأيك دكتور بقعدة؟ دعنا نجيرها للدكتور ريمو. الانتظار حتى عودة ترامب إلى السلطة ربما أيضا تحليل واقعي، ما رأيك؟ الدبلوماسية براغماتية بكل تأكيد، وعندما نتحدث عن الرسائل الموجهة إلى الداخل الفرنسي وهي إعادة هيكلة التحالف باتجاه ربما ميل أكبر إلى الميولات التاريخية الفرنسية المغربية، المسألة الأمريكية تطرح أيضا مسألة عودة القوى الفرنسية في الساحل، لأن هناك من يرى بأن التواجد الفرنسي في دول منطقة الساحل كان فعلا طرفا يساعد على مكافحة الإرهاب، ودون الذهاب إلى موضوع الانقلابات والمساعدات في يعني استبدال قياديين موالين أو معادين لفرنسا بقياديين موالين لها. لو كنا نذهب في هذا الاتجاه فهذا يعني أننا سنتخبط في العلاقات التاريخية المتوترة الموصوفة بلافرانس أفريك، والتي تعلمون بأن هذه الصفقات تحت الطاولة التي كانت تقام بين سلسلة من الحكومات الفرنسية والقياديين الأفارقة لا أحد يرغب في العودة إليها. فصحيح بأن الورقة الأمريكية والمراهنة على انتخاب رئيس أمريكي أعلن بواضح العبارة عن مغربية الصحراء قد يذهب أيضا في هذا الاتجاه، ولكن في الوقت الذي أنا أعتقد بأن المصلحة الدبلوماسية هي التي الاقتصادية هي التي ستتغلب على المصالح. تحدث عن يعني قلت جملة جدا مهمة، البراغماتية السياسية، البراغماتية في العلاقات الدولية التي دائما اعتدنا عليها صراحة من قبل الزعماء وأيضا الحكومات. دكتور بقعدة، ما مدى براغماتية الجزائر في هذا الأمر؟ يعني هذا الكلام حتى الآن أو هذا التنديد هو تنديد إعلامي في بيان استباقي يعني قبل الإعلان الرسمي لنقل لفرنسا. ما السيناريوهات أو الخيارات أمام الجزائر في حال فعلتها فرنسا قبل الانتخابات الأمريكية أو بعد الانتخابات ربما مع وجود ترامب؟ لا نعلم، ولكن سؤالي هو ما هي الخيارات؟ أي السيناريوهات قد تلجأ إليها الجزائر أم ستكون براغماتية هي أيضا؟
أكيد الجزائر سوف تكون براغماتية في علاقتها مع فرنسا، وأنه لا يمكن بناء علاقة لا تحترم فيها الطرف الآخر مصالح الدولة ومصالح الدولة الجزائرية، وخاصة المصالح الحيوية والقضايا الأساسية التي ترافع من أجلها منذ الاستقلال. الجانب الفرنسي إذا لم يقم بتعديل موقفه، وهذا من المتوقع في تقديري بأن فرنسا بعد الإعلان عن موقفها سوف تدخل مجموعة من التعديلات في هذا الموقف، بحيث لا يفهم بأنه انحياز فرنسي مباشر للطرح المغربي. وربما هذا هو السبب الأساسي الذي